هاي صبايا كيفكن؟ شو أخباركن؟ كيف الأيام معكن؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد وبروتين جديد، إن شاء الله ينال إعجابكن يا رب. وهون أول ما فقت أنا عملت لحالي فنجان قهوة، قلت مشان أصحصح يعني، لأن اليوم عندي طبخ ونفخ، ويوم اللي أنا يعني بطبخ يعني كيف أنا مخصصة بالأسبوع 3 مرات أو مرتين طبخ وال3 مرات أو مرتين تنظيف، يعني هيك لأنه الطبخ وتنظيف مع بعض مستحيل يعني كتير بيكون صعب، فهون فقت كان اليوم إنه بدي أطبخ طبخة وهيك تنظيف يعني هيك سطحي على الماشي يعني، بس أيام التنظيف الوقت باعمل تنظيف عميق فما باطبخ ما باطبخ يعني شي، أيام بكون بناكل أكلة طبختها على يومين أو هيك شي، يعني مو كل يوم باطبخ. هون أول ما فقت يعني هيك وعملت لحالي فنجان قهوة، قلت مشان أصحصح منيح يعني، وأبلش يعني شو راح أساوي اليوم، شو بدي أساوي، شو بدي أطبخ. أولاد كانوا لساتهم نايمين وهدول أغراض كمان هيك حبيت أشارككن فيه وأفرجيكن إنه اشتريت أنا قبل بيوم هيك طلعت على أساس هيك أمشي الولاد، كان الجو كتير حلو فشفت هاي هيك عجبتني واشتريتها، وما بعرف حلوة والّا لأ، اشتريتها قلت هيك أصفّي عليها الفناجين القهوة وأشوف كيف راح يطلع موديلها، والله كتير طلعت حلوة عجبتني يعني. أنا ما يعني في شغلات الواحد بيندم إنه اشتراها، بس هاي بصراحة ما ندمت إنه اشتريتها، هيك حسيت هيك موديل الفناجين عليها كتير طلع حلو ومرتب، واشتريت هيك كمان هذا هيك يعني منظره طلع، فهون بقى احترت وين بدي صفّها أحطّها هون، مرة بجيبها عالجنب، مرة بجيبها عالجنب، مرة بجيبها عالميلة، مرة بجيبها عالميلة. واشتريت كمان هيك هاي لوحة هيك عجبتني ما بعرف، حسيت هيك 3 لوحات هيك مع بعض كتير حبيتها، وما كتير كان والله سعرها غالي يعني، قلت جبتها والله بس ما عرفت وين بدي أعلّقها، قلت أعلّقها بالمطبخ، أعلّقها وين بالغرفة، بالأخير علّقتها هون، قلت يلّا راح أعلّقها هون. هون بعد ما فطّرت الولاد وهيك ونضّفت ولملمت البيت وشي، فجبتلن هاد ألعابهم على الغرفة وقلتلن يلّا العبوا هون أحسن ما يعني كان الجو برد وهيك، العبوا بالغرفة حطّوا ألعابكم وحطّوا أغراضكم واقعدوا العبوا. هون يعني الولاد بلشوا يلعبوا هيك شي، قلت أدخل على المطبخ وأسوي طبختي يعني، أخلّصها عبكير. هون قلت شو راح أطبخ، راح أطبخ كبّة مقلية، جبت 4 كاسات حطيت 4 كاسات برغر الأسمر متل ما انكم شايفين، ورغيف خبز، أنا هيك باعمل يعني هي كل واحد بيعملها بطريقته يعني حسب بقى كل طريقة وشكل، وضفت عليها كاستين مي يعني سخنين، وحطيت عليها هيك بصلة بعد ما بشرتها بالمبشرة، وكان في عندي كم حبة بطاطا هيك حطيت معهم، قلت مشان تعطي قرشة هيك طيبة وتعطي تماسك للبرغر، حطيت أنا هاي بتبلها هيك وملح وبهار أسود، ما باحطلها كتير إضافات يعني، فكل واحد بيسويها على طريقته، والحشوة تبعيتها يعني معروفة كمان كل واحد بيعملها على طريقته، لحمة وبصل وملح وبهار، أنا بس هي يعني باحطلها ما باحطلها شي تاني، فكل واحد بيعملها على طريقته، في ناس بيحطولها جوز، في ناس بيحطولها رمان، بقى كل واحد وهو يعني كيف بيسويها على طريقته. هون بقى صرت أكبكب وبنتي كانت قاعدة جنبي متل ما شفتوا فالكبة يعني بالعادة الواحد بيقعد على الأرض مد هيك بياخد راحته أكتر، يعني هيك يعني متعودة إنه كنت أول وقت بدي كبكب الكبة فهيك باقعد على الأرض وواحد بياخد راحته أكتر، ما بعرف إذا انتو كمان هيك، بس بما إنه عندي ولاد وما رح يخلوني وراح يضوجوا حوالي فقلت يلا معلش حطيت على الطاولة وجبت الكرسي وصرت متل ما انكم شايفين عم بكبكبها بهي الطريقة، صرت أكبكبها وضفتلها الهادا ومن هيك يعني كتير سهلة، في ناس ما بتزبط معهم بس كتير عن جد سهلة ما بعرف. هون بعد ما خلصت وشي
فقُلت يالّا خلّيني حمّيت الزيت هيك، هون متل ما انكم شايفين أنا مقالي وهيك شغلات باقليهم يعني برّا البيت مشان ما تطلع ريحة البيت هيك قلي وهيك شي، وخاصةً السمك وهيك يعني عن جد، فقُلت يالّا باقليهم برّا مع إنه في عندي شباك بالمطبخ بس كمان ما بتطلع الريحة، وهي الجرة منيحة يعني هيك نارها قوية بتقدري تتحكمي فيها، فقُلت يالّا خلّيني أقليهم برّا بما إنه الجو كمان اليوم كان الطقس كتير حلو ما في برد. هون بعد ما قليت الكبة متل ما انكم شايفين شكلها طلع كتير حلو وطعمتها كتير كانت طيبة، أنا بالعادة باعملها بالبرغل الأبيض بس هالمرة جربت قلت يالّا خلّيني أجرب أسوي بالبرغل الأسود كيف رح يطلع يعني البرغل الأسمر، كيف رح تطلع يعني طيبة مو طيبة. هون متل ما انكم شايفين بعد ما انقلت فجبت هيك طنجرة وحطيت عليها محارم ومتل ما انكم شايفين غطيتها قلت لبين ما اقلي كل الكمية أكيد راح تبرد، فلهيك غطيت عليها قلت مشان ما تبرد يعني لبين ما اقلي كل الكمية، هون بعد ما قليت الكمية وحطيتهم صرت أصفّن متل ما انكم شايفين بالجاض. هون كنت مشعلة الإضاءة ما طلع يعني هي شكل الكبة كانت أحلى من هيك يعني، فالإضاءة هون ظلمت الكبة فأطفيت الإضاءة مشان تبين الكبة متل ما انكم شايفين على طبيعتها كتير كان شكلها حلو، و وهون بقى بلشت أزين، بصراحة أنا ما كتير شاطرة بالتزيين بس قلت يالّا خلّيني أجرب وزين يعني، هون كنت عم باحط البقدونس وهيك متل ما انكم شايفين زينتها هيك على ذوقي. وهيك كان شكل الكبة عن جد كانت كتير طيبة، اشتهيتكم معي كمان تاكلوها وتدوقوها، وعن جد كتير كانت طيبة، والحمد لله اتغدينا وشي. هون بعد ما يعني أكلنا والحمد لله والله يديم علينا النعمة يا رب ويديم على الجميع، فهون جليت الجليات ونضفت ولملمت شوي، فيعني متل ما بتعرفوا نهار قصير وشتا فرأسًا عتمت العين ويعني آآ متل ما انكم شايفين صار الليل وهيك، قلت يالّا أعمل كاسة شاي ونعمل سهرة هيك قبل ما ننام، هون عملت الشاي وهذا بنتي لإنه بتحب تشرب شاي وأنا يعني لساتها صغيرة ما باحب تشرب الشاي، بتعرفوا انتم الشاي مو كتير يعني بيقتل حديد الجسم خاصةً للأطفال، جبتلها هيك ظروفي شاي بالليمون والنعناع قلت بيضل أفضل من الشاي العادية. فهون كنت عم باحطّلها إلها كمان، وكان في عندي شوية مكسرات لوز وفستق للسهرة، وكان في هدول كمان كتير طيبين عن جد برشان وهيك بقلبن شوكولاتة كتير طيبين، وهذا اللي هيك الشيبس والتشيتوس وهيك نقرشات السهرة يعني متل ما انكم شايفين، ففضيتهم كلّن قلت مشان يعني هيك الليل طويل متل ما بتعرفوا والنهار قصير بالشتا، فهيك حبينا نعمل سهرة هيك بعد ما أكلنا وبعد ما جلينا ويعني راح وقت منيح، وهون هادا الكيك على فكرة كتير طيب من البيم أنا باجيبه هيك منعش وبارد كتير طيب كل فترة باجيب منه، جربوه عن جد كتير طيب يعني كتير بنحبه ما بعرف ولادي كتير بيحبوه. وهون بقى بلشت سهرتنا وقعدنا قدام صرت آخد الأغراض على الغرفة هيك وبلشنا سهرتنا قدام التلفزيون بتعرفوا حلو يعني هيك أجواء السهرة وشتا وصوبة وهيك، فقلت يالّا أحط على مسلسل شي مسلسل نقعد نتفرج، أنا باحب أتفرج المسلسلات القديمة ما باحب بصراحة المسلسلات الجديدة متل ستيلو ومدري هيك، دايمًا باحب المسلسلات القديمة، هيك حطيت على مسلسل سوري قديم. وهاد كان روتيني لليوم، إذا عجبكن وحبيتوا يا ريت ما تبخلوا علي بلايك واشتراك، وأمانة برقبتكن إذا حبيتوا الفيديو وشفتوه للأخير يا ريت تحطولنا لايك، وشكرا لإلكن وباي باي ونلتقي في فيديو جديد بروتين جديد باي.